أهلا بيكم وأول حلقات يوث أون فاير بودكاست. النهاردة معانا نموذج ناجح جدا لرائد الأعمال، وأنا شخصيا لما ببقى في محاضرة ريادة الأعمال ودايما بحاول ألاقي مثال يقرب اللي احنا بنشرحه نظريا مش بلاقي أحسن منه. معانا النهاردة شريف المدني، مؤسس والمدير التنفيذي لشركة نوتوبيا. شريف ازيك؟ ازيك يا دوك، عامله ايه؟ منورنا. ربنا يخليك ومتشكر جدا على الانترو الجميله دي بصراحه لا يعني. خالص يعني. شريف، بس في الأول قبل ما نبتدي خلينا كده تعرفنا بنفسك سريعا. طيب، انا شريف المدني، خريج جامعه اسكندريه تجاره. اتخرجت 2012 واشتغلت كوربريت واشتغلت برايفت بزنس، فيمكن دي الحته اللي احنا هنتناقش فيها النهارده شويه. اوكي، يعني اشتغلت في الشركات، كانت عندك تجربة في الشركات وبعد كده اشتغلنا في البيزنس الخاص بتاعنا. مظبوط. اوكي تمام. احنا النهارده يمكن عايزين نركز شوية على ريادة الأعمال. خلينا جدا. نتكلم عن الحتة دي في الأول. خليني أسألك، امتى قررت انك تفتح البيزنس بتاعك؟ امتى قلت لا خلاص ده الوقت ان انا ابدا افتح البيزنس الخاص بتاعي؟ وليه؟ يعني ايه كانت الاسباب ورا ده؟ ليه ما كملتش في الشركات عادي، مرتب مضمون والدنيا تمام؟ طيب، هي القصه بدأ شويه قبل كده، فلو تسمحي لي ارجع بيها. طبعا يا ريت، اتفضل. انا من زمان جدا وانا كنت احب التجاره من وانا صغير يعني، تمام. فكنت دايما حتى يعني كان ايام ما انا في المدرسه كان الجنيه ده ليه قيمه، فكان مصروفي جنيه في اليوم، تمام. اوكي. فكنت بنزل اجيب مثلا شوكليت ليتس سي بنص جنيه واروح ابيعها بجنيه في المدرسه عندي، اوكي. تمام، لان هي ما كانتش موجوده في الكانتين ساعتها، ده من وانا طفل صغير. اوكي. فتعلمت ان ازاي انت فعلا ممكن تبقى بتاخد جنيه بس انت تحوله بمجهودك ل2 جنيه. دي كانت بدايه القصه خالص، وانا لسه باخد معايا اللانش بوكس وانا رايح المدرسه يعني تمام. ما كانش ايامين اللانش بوكس يا شريف. كانت اكياس وفيها خلينا سندوتشات صراحة. بس اوكي. يعني بنحاول ماشي. نبقى على قد الجيل الجديد اوكي. يعني. ف... ماشي. فدي كانت بدايتي بجد مع الموضوع. بعد كده لما دخلت في يمكن في اواخر المدرسه واوائل الجامعه بدات اخد الموضوع بطريقه تانية تجاريه اكتر. فكنت مثلا لما نيجي مسافرين كان بابا بيجي يدينا مثلا $100 واحنا مسافرين. $100 دي على فكره ايامها كانت 500 جنيه. مش زي دلوقتي. فكانت اختي مثلا تنزل تشتري بيها لبس كلها، وكنت باجي انا وقوم جاي مثلا شاري لنفسي حاجه انا نفسي فيها، وبقيه الفلوس بشتري ايتمز انا هرجع مصر ابيعها اوبن داي، تمام. اوبن داي. ده بجد دي كانت بدايه القصه كلها. وبعد كده بدات ان افهم يعني ايه عمليه تجاريه، يعني انت تشتري شيء بقيمه وتعيد بيعه بقيمه اعلى منها. فبدات ان انا احوش من الموضوع ده، وبدات ان انا اعمل فلوس، وحبيت الفكره جدا. فمن هنا يعني يمكن انا اتخيل دلوقتي لو بتيجي تساليني، هي دي كانت بدايه فكره ان انت تبقى رائد اعمال. اشتغلت شغلانات بقى كتيره جدا في النص، يعني اشتغلت سواق، اشتغلت مترجم، اشتغلت في صيدليه، حل اكسسوارز، وحدث ولا حرج يعني. ممكن اقعد اكمل شغلانات كتيره جدا، بس اختصارا للوقت يعني. لما جيت اتخرجت كأي شاب هو لسه مش عارف هو عايز يعمل ايه في بدايه حياته، بدات ان انا ادور على شغلانه ثابته في كوربريت زي ما انتي قلتي، تمام. فلما اشتغلت وكان مرتب ساعتها يعتبر مش وحش، بدأت اكتشف ان انا ناقصني حاجات كتيرة جدا اتعلمها، لان الانسان بجد بيقعد يتعلم لحد اخر يوم بيموت. فانت بتبقى فاكر ان انت عظيم وفاهم حاجات كتيرة جدا وبتعرف تعمل فلوس، بس دي مش حقيقة. انت لازم تتعلم. فاكتشفت ان في خبرة الشركات انا هكتسب معلومات مش موجودة عندي وخبرات مش موجودة عندي، اقدر اخدها واوظفها بعد كده في اللي انا عايز اوصل له عشان اكون رائد اعمال، تمام. فيمكن اشتغلت اول 3 سنين بعد التخرج شركات فقط، وبعدها في ثالث سنة اللي هي كانت سنة 2014 بدأت ان انا ارتب للفكرة ان ازاي انا هفتح مشروع، وبدأت اعمل بلاننج ليه 6 شهور كاملة. 2015 شهر في ابريل، يوم 2 ابريل بالظبط، كان اللونش بتاع البروجكت اللي هو نوتوبيا. وفضلت بعدها لحد 2019 شغال على فكرة عمل حر وعمل شركات جنب بعض بالتوازي. كنت بشتغل تقريبا 18 ساعة في اليوم، تمام، عشان اعرف اوازن ما بين الاثنين، لحد ما وصلت في مرحلة ان خلاص انا بقيت شايف الاتجاه بتاع شركتي الخاصة رايحة فين. وعشان كده وقتها أنا سبت الشركات واتجهت للشغل الخاص وريادة الأعمال. يعني خليني أسألك يا شريف، يعني أنت كنت لما اتخرجت كنت حاطط في دماغك إن أنت عايز تبقى رائد أعمال، بس أنت قررت إنك تشتغل شوية في شركات عشان تكتسب خبرة؟ مظبوط. صح كده؟ إحنا كده فهمنا صح. طيب قولي إيه من وجهة نظرك المواصفات اللي المفروض تبقى متواجدة في الشخصية تأهلها إنها تكون رائد أعمال؟
طيب اوكي، كان في كاتب اسمه اريك سامسون مم. كان اتكلم على 4 صفات اللي هي تنفع انك تبقى رائد اعمال، ولازم تدور عليهم في نفسك عشان تتاكد ان انت تصلح ولا لا. مم. اول حاجه ده سؤال طبعا واضح وصريح، هل انت قائد بالفطره ولا لا؟ يعني مم. انت ينفع انك تقود منظومه او تقود عامه، يعني لو انت مع اصحابك مم. وخارجين، هل انت الشخص اللي بتختار المكان وبتقترح اماكن، ولا انا جاي معاكم في اي معاكوا حته؟ خلاص. تاني حاجة، بتعرف تبص الأمور من فوق ولا نظرتك تحت رجليك، لأن دي مهمة جدا في إدارة أي منظومة مهما كانت كبيرة أو صغيرة. تالت حاجة، أنت بتعرف تتحمل الصدمات، يعني أنت اللي فاكر إن البرايفت بزنس ده حاجة ظريفة أيوة. وسهلة، لا أنا جاي من قدامه وبقول لك أنت هيطلع عينك. فأنت لازم تعرف تتحمل الصدمات. رابع حاجة، هل أنت أصلا عندك فكر ابتكاري وكرييتيف، وبتعرف إنك يعني لما بتقع في مشكلة ما أيا كان بتعرف توجد لها حلول، ولا هتعطل مكانك؟ فدول 4 صفات لو انت لقيتهم موجودين عندك انت ينفع تكون رائد اعمال. لو واحده فيهم مفقوده من عندك فبنسبه كبيره انت ممكن تبقى شاطر جدا في مجال تاني ولكن ليس رياده الاعمال. اوكي، خليني اسالك سؤال عليه ديبيت او نقاش كبير جدا على الفيسبوك، الباشن. اوكي، في ناس تقول لك لا احنا مؤمنين جدا بالباشن دريفن بزنس، وانا شخصيا مؤمنه بده جدا. وناس تانية يقول لك لا، الباشن ده والشغف ده ما بياكلش عيش، يعني انا اشوف ايه اللي بيجيب فلوس واشتغل فيه، لكن تقولي بقى شغفك ومش شغفك والكلام ده لا. فسؤالي ليك يا شريف، هل شايف انا لما خلاص قررت هفتح البيزنس بتاعي، افتح بيزنس في المجال اللي انا شاطر فيه يعني بعرف اعمله، ولا المجال اللي انا حابه؟ طيب هو السؤال اجابته ليها علاقه كبيره جدا بالانفايرمنت اللي انت موجود فيها، ايه البيئه المحيطه بيك. يعني النهارده لو انت في امريكا تمام، لا اشتغل طبعا حاجه باشن، لان في الاول وفي الاخر القوه الشرائيه بتاعت البلد قويه جدا، ان فيها 300 وحاجه مليون مواطن، التكنولوجي فيها عاليه جدا، فحضرتك لو بتبيع ايا كان المنتج اللي فيه الباشن بتاعك ات ويل سيل يعني، فانت تمام. لكن في دول اخرى، يعني خلينا نتكلم زي دولتنا النهارده، لا عندك بيبقى في عوائق موجوده في المكان، القوه الشرائيه ضعيفه، التعداد السكاني متمركز في اماكن محدده مش في بقيه البلد، التكنولوجي يمكن مش متاحه في ايد الجميع بسهوله، فبناء عليها برضو يعني مش هينفع تبقى مجرد باشن. انا رايي واجابتي ان هي لازم تبقى حاجتين. يعني طبعا انا مؤمن 1,000,000% ان البيزنس بيمشي بالباشن، ده حاجه اكيد، لان انت مش هتستحمل حجم الضغط بالظبط الا لو انت عندك باشن للموضوع. هو ده اي شغل على فكره، مش بيزنس بس، يعني انت حقيقة. اي شغل بتشتغله في كوربريت كليه يعني لو بالزبط. انت مش بتحب ده انت هتنهار، يعني هيجي لك وقت هتحس انك عايز تستسلم خلاص. فالحاجه الوحيده اللي بتحل موضوع الاستسلام اللي انت هتوصل له ده هو ان بالزبط. انا بحب الحاجه اللي انا بعملها دي، فدي نقطة مهمة جدا لازم تكون موجودة. ان اديشن بقى، هو انت حتى لو عندك باشن بس مش شاطر في الحاجة، يعني انت لو عايز تغني بس صوتك وحش فانت مش هتنجح يعني. فانت لازم تعقل الموضوع اللي هو يبقى بالوسط ما بين الاثنين. عندي باشن لان ده اللي هيخليني اجري واسهر واشتغل 24 ساعة في ال 24 ساعة، بس في نفس الوقت لازم اكون شاطر، وحتى لو انا مش شاطر فيها كموهبة انا مقتنع ان في حاجات كتيرة جدا تقدر تتعلمها، مش محتاج ان انت تبقى مولود بيها. طب خليني اقول لك حاجه، يعني انا لما بقول passion driven business، هو الانتربرنور او رائد الاعمال هو مش بيعمل كل حاجه بايده، يعني هو بيدير تيم، فهو هيهاير او هيعين ناس تعمل ده وتعمل ده، ولو حاجه محتاجه مانيفاكتشرنج او محتاج مهاره معينه هو مش عارفها هيجيب حد يعمله. يعني مثلا انت يا شريف انت الاساس عندك مين؟ الشيف، صح؟ مش انت اللي بتعمل ده، فهو انت فاتح بزنس في مجال انت تكنيكلي مش شاطر فيه، صح. او ما تعرفش عنه صح. معلومات صح. كتير، فاهم قصدي؟ فهي دي الفكره، هي دي اللي انا يعني انا مش عايزه طبعا لا أنا فاهم. يعني أنا فاهم افرض رايي عليك، بس انا قصدي بشوف كده يعني. واي باشن اي مجال انا بحبه انا ما بقولش اروح اعمل فيه كده، انا لازم ادرس السوق ايه، اكيد هلاقي فيه مشكله ما في المجال ده اقدر احلها، يعني هو البيزنس بيحل مشاكل. نرجع لقصه انت لما قررت تبقى رائد اعمال انت عملت ايه؟ يعني انا قعدت، انا فاكر كويس جدا اي حد يفتح الانستجرام عندي هيلاقي في 2014 بوست انا حاطه التورتايه انا عاملها في البيت. فمش معنى ان انا كان عندي باشن ناحيه حته ان انا اهمل الحته التكنيكال، تمام؟ حتى ولو خبرتي النهارده على حجم الشركه هي قليله، لان النهارده الحمد لله الشركه كبيره وعندها فروع وموظفين والى اخره، فبناء عليه اكيد خبرتي التكنيكال هي ما تجيش واحد في الالف على جنب الناس التكنيكال في مجال الشيف العمومي او خلافه، ولكن في الاخر انت بتقرا وبتذاكر وبتبدا تشوف الافكار ممكن تتطبق ازاي، وبتفهم الاساسيات بتاعه العمل، تمام؟ عشان تقدر بالباشن بتاعك ده تحركه. يعني كان دايما في مثل كده بحبه جدا بيقول لك يعني الشغلانه اللي ما تبقاش فيها صبي
ينفعش أيوة. تبقى فيها معلم. صح. تمام. مم. فانت لازم تبدا من تحت خالص. بالظبط. هو البيزنس ده بيبدا فين؟ مم. والله انا هشتغل في النجاره، انا لازم افهم انواع بالظبط. الخشب وافهم بستخدمها ازاي بالظبط. والكلام ده. مم. مم. بقيت صبي هتبقى معلم، هتبقى معلم. لكن هتبقى معلم على طول لا، ما ينفعش. اوكي، طب خليني اسالك سؤال يا شريف، جات لك فكره نوتوبيا ازاي؟ يعني احنا شباب كتير جدا تقعد على القهوه مع اصحابها، يلا نفتح محل ورد، يلا نفتح سندوتشات في شارع سوتر، بص بقول لك ايه هيبيع جامد جدا. فكره نوتوبيا يعني دايما نقول احنا في المحاضرات وكده نقول في فرق بين الايديا الفكره والاوبورتيونيتي اللي هي الفرصه. صح. فرصه يعني في ايه؟ في طلب من الماركت. فكره نوتوبيا جات لك ازاي؟ طيب انا كنت في الوقت ده زي ما حكيت لك كنت بسافر كتير. تمام. فكنت بطلع بشوف في البلاد اللي بره ان عامه اي بزنس موديل الناس دي بتشتغل عليه في حاجه اسمها البحث والتطوير. اي بزنس شغال بره مصر الناس بتهتم جدا بالبحث والتطوير، واحنا عندنا كان مشكله كبيره جدا في مصر، احنا بنشوف الناس دي وصلت لايه وناخده نعمله زي ما هو. يعني بدليل ان في مشاريع كتيره جدا اتفتحت في مصر هي اتعمل لها حاجه اسمها كوبي كات. يعني انا هاخد المشروع ده، ايه ده شغال مش عارف في الكشري وناجح، انا هعمل كشري. طب انت فين اليونيك سيلينج بوينت؟ مش حضرتك بتدرسه ده في الجامعه؟ فين ايوه تمام. فطالما ما عندكش يونيك سيلينج بوينت، يعني ما عندكش نقطه متميز بيها، فانت مش هتنجح. فالمهم كنت بسافر كتير ولقيت ان بره الناس عندها افكار حلوه جدا، بس ما زال مجال الديزرت، وانا شخص عامه بحب الحلويات جدا. فكنت شايف ان حتى الترندي بره هو وافل وكراب وكده. طب يا جماعه فين الجديد؟ فين الجديد؟ فين الجديد؟ المهم وانا عشان بحب الحلويات كان في افكار كتيره جدا بشوفها ناس بتعملها في البيت، ناس بتنزلها اونلاين، بس ما فيش براند بتتبنى هذه الافكار وتنفذها. فالمهم سالت نفسي سؤالين حلوين جدا. يا جماعه هو ايه في مصر اكتر شوكولاته الناس بتحبها؟ كان ساعتها في ترند طالع جدا، البنات كلها عماله تنزل بوستس مره واحده كده على الشوكولاته والنوتيلا وتقول لك انا ليه اتجوز، طب انا ممكن يبقى معايا برطمان شوكولاته. وكان واضح ان الموضوع متفاقم قوي في الشعب. فقررت ان طب انا ممكن اخد احسن نوع الناس بتفضله، تمام، وننشر بيه ثقافه منتجات جديده. فدخلت قعدت ادور طب هو الناس بتحب ايه في الحادق ده. كان اول سؤال سالته لنفسي. كان ترندي جدا ساعتها الشاورما، البرجرز، الكلام ده. قلت طب ما تيجي اعمل نفس المنتج ده حلو. تمام. فبدأنا نفكر والله العيش ممكن ابدله بدونتس، البرجر ممكن ابدلها بكذا. فيعني وصلنا في الاخر ان احنا عملنا منيو بافكار غريبه. وقبل ما نفتح كان برضو دي من تدابير ربنا ان هو بعت لنا انفلونسر واحنا بنوضب المكان. احنا كنا شغالين بقى ساعتها ازاي هنصنع ماكينه الشاورما دي وازاي نعمل ديزاين حلو ومش عارف ايه. فبعت لنا انفلونسر اوت اوف نو وير، حد ما نعرفوش، ونزل صوره، والصوره دي كانت لمكنه الشاورما. كنا احنا اول حد يصنع حاجه اسمها ماكينه شاورما للشوكولاته اصلا في العالم يعني. فالصوره دي مره واحده جريت زي النار في الهشيم. واحنا كنا بنفتح بعدها ب 48 ساعه، وكنا عاملين كاونت داون على البيج كده لينا ولاصحابنا يعني عشان محدش لسه يعرفنا. فمره واحده جينا يوم الاوبننج، انا فاكر كويس جدا، كنت بقول لعلي الشريكي ان احنا هنبيع واحد كابتشينو لارج وواحد كابتشينو سمول ده في اليوم. يعني كان الاستيميت بتاعنا في الفوركاست اللي حاطينه يعني. فجاء يوم الافتتاح سبحان الله، كان طبعا دي تدابير ربنا ورزقه يعني، ان الشارع فؤاد كله اتقفل بسبب الزحمه، واحنا ما عندناش منتجات، فاحنا مش عارفين هنبيع لهم ايه. اوكي. فبدأنا بقى اللي هو هرج ومرج، ووقفنا الناس صف والناس انبسطت من ده، لان هي حست ان الزحمه دي هي خروجه، والناس بتقابل بعض وتعرف على بعض. فكان الموضوع كده فيه زي ما نقول روح حلوه. فده كان سبب نجاح المكان، وان اللي واقفين جوه بيسيرفوا في المكان ما كانش معانا موظفين، احنا كنا واقفين احنا بنفسنا. فالناس كانت حاسه. وعلى فكره دي نقطه مهمه جدا في البيزنس، ان انت تقف بنفسك، ووقوفك بنفسك ولسانك وكلامك بالشغف بتاعك على مشروعك غير اي حد تاني. لحد صح. النهارده انا بحب جدا ادخل اي فرع وادخل جاي لابس الكمامه بتاعتي ولابس الجلوفز واقف ورا الكاشير. انا عايز اتعامل مع الناس، حابب اتكلم مع الناس، اسمع من الناس، والناس بتحب ده جدا. فيعني يمكن دي كده اختصارا للفكره نشأت ازاي واتبنت ازاي واشتغلت ازاي يعني. اوكي طيب شريف، احنا دلوقتي كتير يعني طالع او ظاهر المنتورشيب والكوتشنج والبيزنس كونسلتنت وكده. هل الجوبز دي كانت موجودة ايام انت ما بدأت نوتوبيا؟ وهل شايف ان هم فعلا الشباب دلوقتي محتاج يكون عندهم منتور؟ طيب هي الشغلانات دي ما كانتش موجودة، وده السبب اللي خلاني النهاردة انا بسايد
فريلانس جنب نوتوبيا فكره الكونسلتنسي دي. تمام، خليني هشرح لك عنها، بس خليني ارجع انا ايه اللي حصل معايا. انا اول ما بدات انا فعلا ما كنتش عارف المفروض انا اتحرك ازاي ولا اروح فين. زي ما انتي قلتي انا ما كانش عندي النو هاو، انا راجل بس درست في الاول وفي الاخر في الجامعه الاساسيات بتاعه البيزنس، ودي نقطه مهمه جدا 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 يا جماعه. أيوة. ال4 سنين بتوع الجامعه دول أيوة. بجد قلت انت لي لو كده. ذاكرتهمش دلوقتي هترجع تذاكرهم تاني بعد ما بالظبط. تخلص، بس دلوقتي بالظبط. هم يعني بارادتك، بعد كده غصب عنك. احنا عايزين نتكلم على الحته دي، يعني خلينا نرجع لها تاني، انه تمام. الجاب ما بين اللي بندرسه والسوق ومش عارف ايه، فدي يعني هنرجع لها تاني. تمام. فانا بجد اتخرجت هو ده ما املك من الحياه، هي ال4 سنين اللي انا اتعلمتهم في الجامعه. فلما دخلت سوق العمل، السوق مختلف شويه، بس طبعا بيعتمد على يعني انت بتيجي تشتغل بتلاقي ان اللي انت درسته ده هو بيتطبق معاك، بس احنا بنسميها بناخدها بالفهلوه، يعني تبقى انت عارف انت بتتصرف ازاي، لان هي بقت في زي ما نقول في اللاوعي بتاعك، بقيت عارف انت المفروض تعمل ايه. فالمهم اول ما طلعت انا طبعا راجل ما فهمش اي حاجه في هذا المجال، فبدات ان انا اكلم ناس. تمام. الناس دي بجد الناس لو سمعت اساميهم وعرفت اسامي البراندز يا جماعه، هي دي من اكبر براندز الحلوانيه في مصر وفي اسكندريه بالاخص. تمام. كنت اكلمهم، قالوا ايوه يا فندم ازي حضرتك، انا كذا وعايز اعمل كذا. بجد انا انبسطت جدا ان لقيت كل الناس دي متعاونه معايا بشكل غير طبيعي، ودي ثقافه انا مقتنع ان رواد الاعمال عندهم. رائد الاعمال الصح هو بيساعد غيره. تمام. لان ناس كتير بتقول لك ايه ده هيطلع وهينافسني وهيعمل. بص هو مبدئيا كده بس حته دينيه، هو الرزق ده بتاع ربنا، انت هيجيلك مش بتاعتك. تمام. بس بجد انا اصلا ما كنتش فاهم هو ازاي الناس دي بتساعدني كده. هم مستوعبين ان انا راجل طالع انافسهم في السوق، بس الناس دي وقفت معايا، ادتني ارقام الموردين، شرحوا لي كل حاجه، وصلوني اللي انا محتاجه، قعدوا معايا بدل مره واثنين وثلاثه، وكل مره كانوا لا يكلوا ولا يملوا في ان هم يردوا على تليفوناتي ويساعدوني. تمام. وبالاخص يعني انا حابب اذكره الله يرحمه دكتور علاء زهران صاحب مصانع سويزة، ده بجد حد ما كانش يعرفني. انا بعت له مسج على الفيسبوك، انا شريف المدني، انا كنت بحاول اعمل بروجكت كذا، وكنت عايز نمرة حد عند حضرتك في شركة سويزة عشان افهم حاجات عن الشوكولاتة. مفيش 5 دقايق لقيت موبايلي بيرن بنمرة VIP جدا، لدرجة ان انا قلت ده اكيد رئيس الجمهورية بيكلمني دلوقتي. تمام. واول ما رد التليفون بجد ربنا يرحمه يعني، رد عليا قال لي شريف معاك علاء زهران، انا شفت المسج بتاعتك وحبيت اكلمك بنفسي، انا ما وصلتكش بحد. وقعد معايا، انا فاكر كويس جدا ان الراجل ده استثمر من وقته ساعتين في التليفون بيشرح لي من اول ما بنزرع الشجره لحد ما بتوصل وتطلع الشوكولاته، عشان انا كنت محتاج افهم الحاجات دي عشان داخل في الفيلد ده. وهو ما يعرفنيش، شافنيش قبل كده، مفيش اي مصلحه ما بيني وما بينه. فانت عايز تبقى انتربرنور شاطر، دور طبعا على منتورشيب، لان الناس دي هي اللي هتوجهك. انت متبقاش عارف كل حاجه، انت بتفضل تتعلم لحد اخر يوم في حياتك. العلم لا ينقطع الا بوفاتك. فبناء عليه لازم ادور على منتورشيب في جميع المجالات. انا في محامين ساعدوني عشان افهم يعني ايه ليجل فريم ورك، محاسبين، مراجعين حسابات، ناس في مجال الشيف والتكنيكال، ناس في البيزنس، ناس فهمتني ازاي اتعامل مع الهيئات الحكوميه وايه الاوراق، ناس جم ساعدوني بالاسامي وحضرتك تعرفيهم، ازاي اعين ناس في الاتش ار وازاي اطور من المنظومه. فكل ده يمكن الواحد عمله بعلاقاته، ولكن بالزبط. بيكون اسهل ان انت يكون عندك منتور كده، تروح تشوف حد في هذا المجال، وزي ما قلنا يبقى من الناس اللي هي فعلا مستعده ان هي تساعدك. هي الفكره يا شريف انه دلوقتي المنتورز والبيزنس كونسلتنت بالنسبه للشباب اللي هو لسه هيبتدي المشروع بتاعه، مثلا اتخرج بقاله 2-3، انت عارف انه يعني الكوست بيبقى عالي شويه، فهم ما يقدروش يروحوا لمنتور از منتور، يعني هو ده. بصي هو بتعتمد النهارده برضو من معرفتي الشخصيه ببعض الناس اللي انا بتعامل معاهم في هذا المجال، ان احنا كلنا بيكون عندنا نوعين من المنتورشيب. في منتورشيب بيد، ده لما بيكون في شركه معينه محتاجه مني شغل معين، فانا هدخل هشتغل الموضوع ده بفلوس. تمام، this is business. وفي نوع تاني انت لازم بتعمله giving back to your community، يعني احنا النهارده كلنا استفدنا من هذا المجتمع وتعلمنا من هذا المجتمع، وزي ما في ناس وقفت معانا واحنا صغيرين، انت كمان لازم تقف مع ناس وهم صغيرين. ممكن ما تديش نفس 100% بتاعت الافرت عشان نبقى محقين مع بعض، اللي انت بتعملها في وظيفه بمبلغ، يعني بمعنى ايه، انا حد جه قال لي انا هعمل معاك كونسلتيشن وهديك الرقم الفلاني واتفقنا على الكوتيشن وخلاص، فده اكيد بياخد مني جزء مهم جدا من يومي. ولكن من الناحيه التانية هو لابد ان انا
اعطي اللي انا خدته قبل كده، زي ما انا لسه بحكي لك ان كم الناس اللي وقفت وساعدتني دي. فانا كشريف برضو باجي اللي هو لا، في حد محتاج مني مساعده، انا بحاول اعمل له جايدنس، ما حتى لو ما اديتوش 100% من وقتي واديته 60% فهو مستفيد برضو. فده اللي انا مقتنع ان كل كمان الكونسلتنتس لازم يعملوه، عشان احنا في حاجه ماسه اليومين دول الى بناء مجتمع ريادي بالظبط بطريقه قويه جدا في مصر. وده هينعكس علينا طبعا بالايجاب سونر اور ليتر، ان في الاخر انت بتربي جيل من القيادات. القيادات دي ما هي لازم هتفيدك في يوم من الايام. طيب شريف، خليني بقى ارجع لنقطه مهمه جدا، ويعني كروشال بوينت انت اتكلمت فيها. قلت لي انا طلعت ال4 سنين بتوع الكليه وده كل ما املك. خلاص صح. خلينا، احنا عندنا مشكله دلوقتي انه كل الطلبه يقول لك انا عندي جاب رهيبه بين اللي بدرسه في الكليه وبين السوق. وبص مش هكدب عليك منتهى الصراحه، انا لما بشوف ريلز على الانستجرام من بروفيشنالز بيتكلموا وبيدوا نصايح و على فكره، هو انا كنت لسه قايله الكلمتين دول في المحاضره. اوكي، فمن وجهه نظرك يعني ليه دايما احنا حاسين ان في جاب ما بين الكليه وما بين السوق؟ يعني انت خريج كليه تجاره، اوكي، فشفت الدنيا عندنا عامله ازاي، صح، وطلعت اشتغلت في السوق. لقيت الجاب دي ولا ما لقيتهاش، ولا فين المشكله؟ فين المشكله؟ طيب انا هجاوبك بكل صراحه وامانه. المشكله بتيجي من طرفين. الطرف الاول هو الطالب ذات نفسه، لان هو دخوله دايما في المحاضره بيبقى بفكر ان انا داخل بالجامعه بذاكر عشان اخلص، انا عايز درجه النجاح بالظبط. اوكي. في حين ان هو لو جه بص لها ان دي حاجه هيستفيد بيها. انا كنت بحب جدا زمان لما بقعد اشرح لزمايلي وانا في الجامعه، اجيب لهم امثله حقيقيه. انت النهارده في شركه كذا وهتعمل كذا. كنت دايما اشرح لهم في البورصه بالذات، اقول له مثلا انت رحت اشتريت سهم في شيكي دودو وسهم في ايزي موزو، والاثنين دول ما ينفعش يبقوا في نفس البورتفوليو. فالشباب بتقعد تركز في الكلام ده عشان هو اتشرح له من ارض الواقع، فبناء عليه بيبدا يطبقه. والمشكله التانية ممكن تبقى من الشرح من بعض الناس، ومش كل الناس عندها ملكه الشرح بالطريقه الفائضه يعني. فالنهارده انت وجهه نظري كطالب، انت لازم تاخد البيزنس اللي انت بتتعلمه ده او الماده اللي انت بتتعلمها دي تطبقها في الحقيقه. يعني انا بحب المثل ده جدا. انا النهارده، وعلى فكره اللي فاكر ان انا بهزر، انا لحد النهارده عندي كتب الجامعه وبفتحها لحد النهارده في السكشن بتاع الماركتنج عشان اشوف يعني ايه 4 سيز 5 سيز ويعني ايه 4 بيز، عشان ده الاستراتيجي اللي انا بعلمها للشاب اللي داخل ماركتنج عندي جديد، عشان هو لازم يمشي بطريقه علميه. تمام. فده الكلام اللي في الكتب اللي هو فعلا مفيد جدا. انت ممكن تاخده بطريقه تانية. الناس بتيجي تفكر ان السوق مختلف، على فكره هو السوق واحد، بس انت بتنزل على السوق بتتحط في الموقف فبتتصرف فبيطلع نتيجه. لما بتيجي ترجع للكتب بتلاقي ان على فكره هو الموقف والنتيجه دول مذكورين، تمام، سواء كانت بالزبط. النتيجه ايجابيه او سلبيه. هو قال لك انت لو جربت الاستراتيجي دي في البلد دي بالطريقه دي، هي ممكن تنجح وممكن تفشل بناء على المعطيات دي. فانت لما نزلت على ارض الواقع وطبقتها، هو انت خدت نفس النتيجه اللي في الكتب، بس بالزبط. انت كانت مشكلتك فين بقى؟ ان بالاول انت لو قريت الكتاب وبحب، انا مش عارف الجمله دي غريبه جدا، بس هو لازم يقرا الكتاب بحب فعلا وباشن كده عشان يقدر يستفيد بيه، عشان لما يطلع يتحط في الحياه الفعليه. يعني ابسط حاجه مواد الضرايب والكلام ده، على فكره انت هتشتغل الكلام ده، تشتغله بقوانينه. طب ما تاخده من ايام الجامعه بدل ما تطلع ونروح نجيبك من مصلحه الضرايب يعني. بالظبط. انت عارف المشكله في ايه؟ انه طبعا انا مش هبتدي اللوم على الطلبه، طبعا اكيد يمكن طريقه عرض المعلومه تبقى مختلفه. يعني أكيد. مثلا الريل اللي انا شفته ده، هو كان بادئ الريل بسؤال انت ازاي تقدر تبيع لكل الكاستمرز اللي عندك. فإت ساوندز ده فعلا ما خدناهاش دي في الكليه، ازاي نقدر نبيع لكل الكاستمرز فعلا. كانت الاجابه كروس سيلينج، اب سيلينج، داون سيلينج. احنا بنقول الكلام ده صح، بس يمكن احنا بنقوله ايه هي طرق المبيعات، الطرق المختلفه للمبيعات 1 2 3. صح. فدي من ناحيتنا احنا. من ناحيه الطالب، هو جاي يسمع الدكتور عشان ياخد المعلومات يحفظها يحطها في الامتحان، يطلع من الامتحان نسيها زي ثانويه عامه بالظبط. يعني انا بقعد اشرح واتكلم وكيس ستادي وبتاع ونحاول ندخل بقى دراسات حاله، عشان كده تلاقي اخر المحاضره دكتور الامتحان جاي ازاي. يعني خليني ارد على النقطه دي بجد، ان هو شباب انتوا بتتخرجوا دلوقتي في جيل انت مش محتاج تحفظ. انا اسف، احنا لو اتكلمنا على تشات جي بي تي دلوقتي ودخلت كتبت له قلت له هو انا ازاي ممكن اعمل سيلينج استراتيجي مش عارف ايه، هو هيرد عليا اصلا. فانت مش محتاج تحفظ، انت محتاج تفهم. دايما يقولوا لي اداره حفظ، اقول لهم مين قال ان اداره حفظ؟ ودي مشكله. الناس بتدخل على فكره الاداره وتسيب الاكاونت عشان يقول لك ده حفظ ده نظري فهم. نظري لا خالص. يعني الحياه مش ماشيه كده. ثم انا يعني يمكن بعد ما خلصت بدات اشتغل على اكسترنال كورسز وماجستير ومش عارف ايه. جماعه، هي طريقه التعليم بعد ما تتخرج
عشان انت بتبقى كبرت وعقلت كده مم. بتختلف تماما. لان انت بتبدا، هو انت مختار انك عايز تدخل ده، فانت عايز تتعلم في ده وعايز تاخد منه فايده معينه. وبيعجبني جدا كمان طريقه التعليم بره بصراحه. ويمكن على فكره هي مش بره بس، لان انا اتذكر كويس جدا ان انا في احد امتحاناتي جالي سؤال عن الثوره وكان الاجابه فيه مفتوحه للجميع. فانا بحترم جدا ان السؤال اللي يجي لك هو معتمد على الفهم. انا مش عايزك بالظبط. حافظ، انت اتحطيت في الموقف ده هتعمل تعمل ايه؟ اجابتك صح واجابتي صح على فكره، بالظبط. بس احنا كل واحد فينا حل بطريقه بالظبط. بمبدا مختلف. صح. طيب انت قلت لي انا خدت بعد الكليه ماجستير وكده. بيجي سؤال كتير جدا من الطلبه او بالذات بقى الخريجين، يقول لك هو انا اخد MBA، هل الMBA دي مفيده ليا؟ انا شغال فيها حاليا، لسه ما أوكي. خلصتهاش. بس ردا على سؤالك، بصي انا يعني انا لما باجي اعين حد انا مش بعينه عشان شهادته، انا بعينه عشان امكانياته، ودي بتبان كويس جدا في الانترفيو على فكره. تمام. بس بجد انا ليه باخدها؟ ما هو مش انا مش عايز اجمع شهادات يعني وخلاص، انا باخدها عشان انا فعلا بستفيد منها. أوكي. انا كمان لما شفت طريقه التعليم ما بعد التخرج، لا هي مفيده لطالب تجاره زيه زي الطالب التاني، بس انت بتتعلم طريقه جديده اصل العلم بيتطور كل يوم. تمام. الماركتينج من 20 سنه هو غير الماركتينج النهارده تماما يعني. في مش من 20 سنه، احنا من 7 سنين لحد النهارده في طفره حصلت في الماركتينج يعني. فلا انت طبعا انا شايف ان الشهاده مهمه، بس تبقى انت عايز تعملها. وعلى فكره مش لازم شهاده في الماركتينج. انا عادي ما عنديش مشكله ان طالب تجاره يطلع ياخد حاجه بالنسبه للاب ديفلوبر، بالنسبه للكمبيوتر، مش يعني ايا كان ايه الفيلد اللي هو حبه يطلع يذاكر فيه. بس هو انت كده قولا واحدا لازم تكمل دراسة بعد ما تخلص دراسة يعني. ده ليك انت. مش عايزين بس نقول دايما انه مش لازم كل الشهادات تاخدها في مصر هنا، لا خالص بالعكس. لانه كتير بيبقى فيه خوف من الحاجات الاونلاين. طب دي هتبقى في السوق ايه؟ هيعترفوا بيها مش هيعترفوا؟ ده انا اسف بس النهارده الشركات المالتي ناشونال، اكبر شركات في العالم، هي ما بيفرقش معاها انك معاك باتشلر ديجري اصلا. بالظبط. انت ممكن تروح تشتغل اب ديفلوبر بشهادتين انت اخدهم من على يوداسيتي ولا من اي مكان اونلاين. فهم احنا كلنا عارفين في كام بلاتفورم محترمين عالميا تقدر انك تلجأ لهم في كورسز، وفي كورسز ببلاش وكورسز مدعمه. طب شريف قول لنا كده كام بلاتفورم، لانه في طلبه كتير تيجي تقول اخد كورسات فين. بصي يوداسيتي، كورسيرا، edx.org، الحاجات دي كلها بلاتفورمز محترمه جدا. وعلى فكره حتى الحكومه المصريه النهارده عامله فريلانسنج بلاتفورم مع يوداسيتي برقم بطاقتك. المفروض ان على فكره الكورسز دي بفلوس مع يوداسيتي، انت برقم بطاقتك بتاخدها ببلاش. في الاب ديفلوبر، في الديجيتال ماركتنج، في كذا. هم عندهم 5 بروجرامز موجودين على وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منزله المنحه دي لاي حد معاه بطاقه مصري بيقدم عليها وبيتقبل وبيدخل على فكره انترفيو وبيعمل بروجكتس مع ناس على زوم. يعني الموضوع حلو جدا وبياخد شهاده معتمده، بيقدر بجد يشتغل بيها بره مصر على بلاتفورمز اونلاين بقى اللي هي بتاعت الفريلانسرز، ويدخل لنفسه دخل بالدولار يعني. اوكي حلو قوي ده، حلو قوي لانه كتير طلبه بتيجي تسال اخد كورسات فين، فاهم؟ بيبقوا يعني الدنيا. بص يا دوك، الزمن غير الزمن تماما. بالزبط. النهارده الناس بتعرف تعمل فلوس وهي قاعده بالبيجامه في البيت. ده بجد. انت بتدخل على حد تقول له ثروتك كام، يقول لك معايا $20,000. طب انا ما شفتكش بتنزل من البيت. احنا فكرنا عن زمان اللي هو فكر العتال، انزل وشيل وكسر الجبال. الزمن غير الزمن، بالعكس ده هو اللي بيعمل فلوس النهارده اكتر، هو اللي بيعرف يستخدم التكنولوجي، اللي قاعد في بيته. طب خليني اسالك سؤال، ده ما يسمى بالفريلانسر صح؟ صح. لانه احنا عايزين نعمل حلقه عن الفرق بين الفريلانسر والانتربرنور، ورائد الاعمال، لانه دايما بيبقى في خلط بين الاثنين. ويمكن فكره الفريلانسنج مش واضحه بشكل كبير للطلبه، خاصه لطلبه الجامعه، لانه احنا بندرس رياده اعمال، والرائد اعمال معروف يعني ايه، ونفتح شركه الخطوات الاساسيه. لكن الفريلانسنج ده حتى بيواجهوا لو انا قلت لاهلي انا هشتغل فريلانسر، انت بتشتغل ايه يعني؟ بتعمل ايه؟ انت بتنزلش من البيت ليه؟ اوكي. فاحنا عايزين نعمل، مش هنخش في السؤال ده دلوقتي ان ديتيلز، احنا عايزين نعمل حلقه عن ده. اوكي. بس خليني ارد عليكي رد بسيط. قولي. ان الفريلانسر ما ينفعش يعيش من غير انتربرنور، والانتربرنور ما ينفعش يعيش من غير فريلانسر. اوكي. ازاي؟ اديني كده هنت بسيط، نبذه بسيطه. ان رائد الاعمال هو اكتر شخص بيدور على الفريلانسر عشان هو عارف ان ده شخص كرييتيف ومبتكر وعايز يشتغل معاه. تمام. والفريلانسر مش هيجيله فلوس غير من رواد الاعمال اللي عندهم بيزنس قائم وشغال وبيدوروا على حد يجي يعمل لهم مهمه معينه ويمشي. فالاتنين ما يعيشوش من غير بعض، ما يعيشوش من غير بعض.
ما يعيشوش من غير بعض، بس هم حاجتين مختلفين هم عن بعض، مختلفين شخصيتين تماماً. مختلفين عن بعض. تمام. ده بس الفريلانسر ممكن مم. يبقى رائد اعمال في يوم من الايام على طبعا فكره. طبعا. ورائد الاعمال ما هو ممكن يبقى احنا يعني هنروح بعيد ليه شريف؟ انت قلت انت قلت انا شغال فريلانسر في مجال البيزنس مظبوط. كونسلتنسي، صح؟ مظبوط. فيعني ممكن ابقى كده، ممكن أبقى يعني هي صح. رايحه جايه رايحه جايه. رايحه جايه صح. بينج بونج. بالظبط. شريف، من كلامك كده حاسه ان انت عندك المايند سيت او التفكير بتاع انه التعلم الدائم. اوكي، وده مهم جدا. يمكن احنا عندنا كورس في الكليه اسمه نوليدج مانجمنت او اداره المعرفه، انه انت ازاي تكتسب المعرفه دي، اوكي، كرائد اعمال او حتى موظف عادي في الشركه، وازاي تبدا تشير وتنشر المعرفه دي مع الامبلويز او اللي بيشتغلوا معاك. خلاص، فتبدا تكون ما يسمى بالليرنينج اورجانيزيشن او المؤسسه اللي هي دايما قائمه على التعلم. صح. شريف، قول لي ازاي بتدير ده في نوتوبيا؟ طيب انا عندي حاجه جميله جدا. اي حد بيجي يشتغل هو لازم يجي تقفل عليه باب الاوضه معايا. الناس ما بتبقاش عارفه ايه اللي بيحصل جوه. اوكي. بس هو مش بضربه والله يا جماعه. احنا اللي بيحصل ان انا بقعد اتكلم معاه معاه او معاها، ايا كان مين الشخص اللي بيشتغل وفي ايا كان ايه الديبارتمنت، نتعرف على بعض. لازم بفهمه ان انا بابي دايما مفتوح لي، وان احنا هنا بنشتغل مع بعض، مفيش حاجه اسمها حد بيشتغل عند حد. ده مش مبدأ موجود عندنا. وبذكر نقطة مهمة جدا، انت اشتغلت معانا عشان انت شخص ذكي. على فكرة ده المعيار الاول لاختياري اي بني ادمين، ان انت تثبت لي ذكائك وانك انت شخص نبيه. الليرنينج كيرف بتاعك طول ما انت ذكي انا ممكن اخليه عادي. وبقعد اتكلم معاك اقول لك والله بص، انت النهارده اشتغل في المفترض في مجال الفاينانس. انا النهارده عندك اتجاه من اتنين معايا، يا هتبقى محاسب بتدخل لي قيود مدين وداين وده انا مش عايزه، يا هتبقى راجل فاينانشال اناليست بتدخل قيود برضو بس دورك اهم بكتير قوي. ان انت هتدخل القيود دي انت بقيت فاهمها، فبتبدا انك تشتغل عليها عشان تطلع لي ريبورتات وداتا. طب النهارده حضرتك عشان تاخد ده او توصل لده محتاج حاجه من اتنين، يا انا اعلمك يا انت تعمل سيلف ليرنينج. وانا بحترم انك تعلم نفسك، ولما تتزنق تيجي لي انا هكمل لك اللي ناقصك. تمام. فبناء عليه انا شخصيا بضطر ان انا على طول افضل بذاكر وبتعلم وافتح كورسز وبشوف واعمل عشان ابقى مطلع. مش بقول ان انا لازم اكون 100% بيرفكت في كل حاجه، بس لازم يبقى عندك البيزكس اتليست بتاع الحته دي. فانت النهارده ما بتحسس الناس ان انت لما تبدا تتطور هتوصل. وعلى فكره انا اسف بس انا هقطع نفسي في الحته دي. احنا ليه الناس بتتعلم عندنا وليه الناس بتؤمن بالفكره دي اصلا؟ عشان هم بيشوفوا زمايلهم اللي جنبهم. انا يمكن ذكرت لك الموضوع ده قبل البودكاست. انا عندي المانجمنت كلها في العشرينات. يعني مديرين اقسام وبيديروا فرق 27 و26 و25 سنه. طب شريف، معلش هقطعك في الحته دي. هل انت من سوق كده شايف انه كتير من الشركات كده؟ يعني في ليه انا بسالك السؤال ده؟ لانه الطلبه ما عندهمش امل ابدا انه هو في العشرينات يبقى مانجر. هل انت سبيشال كيس؟ انا اسف والله ده، بس هو ما فيش شركه كده. يعني السوق مش كده. الناس بتخاف من الصغيرين. الناس بتيجي تقول لك الصغير ده هيقبض قليل ويجي يتعلم عندي ويفضل زي ما هو، ودايما المدير عايز يفضل مدير ومش عايز يعلم اللي تحته. يا جماعه انتهينا، الكلام ده خلص في التسعينات. احنا دلوقتي في عصر غير العصر. انا تاني انا بقول لك جاي من الكلام ده ما بيني وما بينك. انا التيم اللي تحتي لازم يكون اذكى واشطر مني. ما ينفعش ابقى انا اشطر واحد في المنظومه، هفشل. بالظبط. هو القائد الصح اللي يشغل تحت ايده ناس احسن منه. طبعا لازم بالزبط. يكون احسن مني ولازم يكون اقوى مني، والا ده يبقى فشل مني انا اصلا. فالنهارده لما انت تيجي تشوف زمايلك عندهم 27 و28 سنه قاده بمعنى كلمه قاده، بيقودوا شركه تمام وعارفين يتعاملوا فيها. لا طب ما هو عادي، ما انا ممكن اكون زيه. انا ممكن ابقى زيه. وعلى فكره تقعدي تتكلمي معانا، اسف انا الرجاله بتاعتي بتطلع تعمل بزنس كونسلتنسي بره الاكبر شركات موجوده، مش فاهمين يعني ايه راجل عنده 27 سنه قاعد مع مدير مالي مثلا عنده 40 سنه و50 سنه بيقول له الصح من الغلط، ولا في الماركتينج ولا في الاتش ار ولا خلافه. فاصبح النهارده انا السن بالنسبه لي مش عائق، انا علمك ومعرفتك هي اللي بتفرق معايا. ده وصلت له ازاي يا شيخ؟ بس سؤالي بقى هنا، ازاي بقى ال 27 ده بقى قادر يقعد القعده اللي انت بتقولها دي ويقول صح وغلط لازم الناس اللي وراك تبقى بتفولو باي اكزامبل. تمام. يعني انت بتليد باي اكزامبل. يعني ايه بالظبط؟ يعني انا النهارده يا جماعه بقول لكم ايه، انا سهران بطبق عشان بشتغل وبذاكر وبنعمل حاجه. غير ان طبعا انت العلاقه الحسنه الطيبه اللي ما بينك وبين الناس. انا ذكرت من شويه احنا ما فيش حد بيشتغل عند حد، احنا بنشتغل مع بعض. لما الناس يعني انا اسف بقى انا هقول لك اتعلمت ده منين. وانا في امريكا تمام
كنت مره مع واحد صديقي يعني، وهو كان عنده محلات كتيره جدا مم. بتاعت اكسسوارز، فانا كان جاي بضاعه فبشيل البضاعه دي على مم. كتفي. مم. ف او سوري، هو شال البضاعه على كتفه. مم. فبقول له محمد انت بتعمل ايه؟ انت صاحب شركه ومنشاه، وكنت لسه شاب صغير فيمكن في التينز من عمري مم. حتى يعني. فقام جاي منزل، انا فاكر كويس جدا، الكرتونه على الارض وبص لي مم. بصه. قال لي شريف انت اول مره ليك هنا وجاي مم. زياره، بس لازم تتعلم حاجه مهمه جدا. مم. القائد هو لازم يكون اكتر حد بيشيل. مم. اللحظه اللي القائد يبطل يشيل فيها مم. هي اللحظه اللي المنظومه تقع فيها. مم. ساعتها انا ما فهمتش الجمله على فكره، مم. وعديتها عادي، ما فهمتش. مم. بعد كده لما اتحطيت انا لوحدي كده مم. في مجال القياده، وفهمت ان مم. الناس بتمشي ورا حذوك، يعني انت بتشتغل ازاي وبتعمل ايه، احنا مم. هنفولو يو. مم. طول ما انت علاقتك كويسه معانا، بتعاملنا كويس، مم. لما بنكبر مع بعض، ولما بنقع مع بعض. مم. تمام. مم. دي المرحله للناس اللي هتبدا تامن فيك كقائد، وتبدا ان هي تمشي وراك. مم. ما عملتش ده، انت هتفشل فشل حتمي، لان الناس كلها هتيجي تشتغل من 8 ل 4 كموظف عشان يقبض فلوسه بالظبط. ويمشي. مم. فانت لازم تحسسه ان احنا دي مركبنا، مم. مش تحسسه هي دي الحقيقه، الحقيقة. مم. ان انت في مركب، مم. وكل ما هتقدف هي مم. هتطلع بينا كلنا كلنا. لقدام. اوكي، يعني انت خليني بقى ارجع برضو لسؤالي، انه انت بقيت تخليهم عندهم الاتجاه نحو التعلم، لان هم بقوا حاسين بانتماء للمؤسسه اللي هم فيها، وبالتالي ومشاركتهم في المؤسسه. بالظبط، وبالتالي هم عايزين يتعلموا عشان يطلعوا بيها. بالظبط. لان اوكي. هو النهارده لما هيتعلم حاجه جديده فاضاف بيها للبزنس، فالبزنس كبر، فهو انعكس عليه بالايجاب. خلاص. بالظبط. طب خليني اسالك سؤال تاني بقى، انا هنا يمكن واخده يعني مكان الشباب والطلبه. بتعينوا الناس عندكم بناء على ايه؟ يعني احنا عايزين نيجي الشركه دي، خدونا عندكم بناء على ايه؟ السي في اللي بيجي لك بتبص على ايه فيه؟ وفي الانترفيو ايه اللي بتهتم بيه، وايه اللي هو ده؟ لا هو ده اللي انا هاخده معايا في الشركه. بصي يا دوك، مش هضحك عليكي، هي البروسيس زي اي شركه تانية. بنشوف السي في، بنشوف التكنيكال سكيلز، لازم بيتسال اسئله تكنيكال، وبعد كده بيتسال اسئله بيرسونال. انا كشريف بهتم بالبيرسونال اكتر من التكنيكال. يعني ممكن يدخل حد يجاوبني تكنيكال 100%، بس دماغه مطرقعه، ما تنفعش. مش هتنفع. انا عارف ان انت هتقعد معايا شهرين 3 وهتنط من المركب، فخلاص التكنيكال سكيلز دي خليها لك. ويجي لي واحد تاني يجاوب 6 اسئله من 10 صح، فاعرف ان هو يقدر يحاول ويقدر يتعلم، بس he's very smart، وهو مستعد ان هو يقدم، وعايز يتعلم وعايز يشتغل، عايز يتعلم. دي حطي تحتها 20 خط. انا بالنسبه لي، انت عايز تتعلم، تعالى. هتيجي تقول لي انا متعلم كل حاجه، انا اسف، انا ابويا وانا شاب صغير في يوم من الايام وقفت قدامه كده قلت له انا عارف. قال لي يا ابني لحد ما تموت هتفضل تتعلم، العلم لا ينقطع الا بوفاتك. عشان كده الجمله دي دايما بتبقى معلقه معايا. طيب شريف، عشان وقت حلقتنا والمخرج بيقول لي الاستوديو هيقفل علينا الاستوديو هيقفل علينا. انت اتكلمت عن الفريلانسنج ورياده الاعمال، اتكلمت عن الشات جي بي تي، فكل دي كده حاجات بتفتح لنا حلقات تانية. فاحنا بندبسك على الهوا يعني، وبنقول لك انه ان شاء الله يبقى في حلقات تانية مع بعض. شريف، مبسوطه جدا ان انت كنت معانا النهارده، وانا اكتر. وحابه بس اقول حاجه اخيره يعني عشان نعطي لكل ذي حق حقه. شريف المدني كان من اول الداعمين للبودكاست، واكتر الناس الحقيقه اللي وقفوا جنبنا عشان البودكاست ده يطلع للنور. فشكرا يا شريف جدا الحقيقه. عليا يا دكتور، عليا والله، ده شرف ليا، وانا بجد متفائل ان شاء الله ان هيكسر الدنيا، وهيبقى في حلقات. وانا عندي انسايدر انفورميشن مش هقول لكم عليها كده، ان في شويه ناس بجد ممتعه جدا لازم تسمعوا لها الحلقات الجايه، وانا شخصيا هبقى جاي بحضر عشان حابب اسمع الناس دي هتقول ايه. بس يا شريف ربنا يخليك. مش هتقولي لايك شير وسبسكرايب هقول استناني بس. واخيرا في اخر حلقتنا عايزه افكركم زي ما قلت لكم، انتم معدين البودكاست ده، فمستنيين كل مسجاتكم على صفحتنا على الفيسبوك والانستجرام. هتلاقوا اللينك بتاعها في الديسكريبشن بتاع البودكاست. تبعتوا لنا فيها كل اسئلتكم وكل الحاجات اللي احنا عايزين نتكلم فيها. استنونا في حلقه جديده من حلقات يوث اون فاير بودكاست، طلاب كليه الاعمال جامعه اسكندريه، وانا آلاء جامعه. لايك شير سبسكرايب وفعل زر الجرس.